ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ انا جايلكم النهارده فيديو ان شاء الله يعجبكم يعني. هوريكم البهارات اللي انا بعملها. انا ما بجيبهاش مطحونه من العطاره، انا بعملها هنا في البيت. يعني بجيب التشكيله وبعملها ايه في البيت. هقول لك تعمليها ازاي. بتروحي للعطار لو انت عارفه تشكيله معينه بيحطها لك، ما انتش عارفه قولوا له ايه انا عايزه مثلا بهارات مشكله، انا عايزه مثلا فلفل يكون محوج، حاجات من دي. المهم هو بيحط لك التحويجه كلها على بعضها، بتجيبيها على النار او في الفرن، وبعدين بتحمصيها شويه، تفضلي تقلبي فيها على طول. انا بعمل كده لحد ما تحمص معاكي. طبعا هي فيها كل حاجه، فالورق اللورا وفيها ده اسمها القرفه، وفيها حبهان، فيها كل حاجه. بصي فيها كل حاجه. وبعدين لما تحمصيها كويس قوي هتجيبي بقى فيه مصحنه، الخلاط او الكبه بيبقى فيها مصحنه كده اللي بتاعه الفلفل دهيت، هتاخديه بقى وايه ونصحنه. انا هخلصت اهوت، طفيت عليه النار واصحنه في المصحنه. انعمه نعميه جدا يعني، خلينا زي ما بتستعمليه واصحنه وارجع اقول لكم تاني. اهيت انا كده طحنته، بس الريحه والله العظيم الريحه تحفه تحفه تحفه. بقى هعمل ايه دلوقتي؟ بصوا بقى، هو ده بقوم واخداه، مش كله طبعا، اقوم حاطاه ايه الحاجه اللي انا بشتغل منها، واحط عليه كزبره، واحط عليه شطه. تمام، ده طريقتي اللي انا بعمله بيها، بيبقى حلو قوي. احط عليه ايه شويه ملح، شويه الكمون بتاعت التوابل بتاعتك، ده الاستعمال ايه بتاعك. خلاص الباقي بقى ده انا هعمل فيه ايه. الباقي ده بتشيليه زي ما انت عايزه، في برطمان في اي حاجه، وتشيليه في التلاجة، ما تسيبهوش بره، بيفضل محتفظ بريحته ويفضل اطول فتره معاكي ريحته زي ما تكوني لسه جايباه. ولعلمك اللي بتعمليه في البيت وبتصحنيه في البيت بتبقى ريحته وطعمه احلى من اللي بتجيبيه جاهز من بره. فده الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت اوريه لكم، معلومه بسيطه كده، ويا رب تكونوا استفدتوا منها. وحبيت ان انا اعملها عملي معاكم عشان تشوفوا انا بعمل ايه في الفلافل بتاعتي وبجيبها ازاي وايه طريقه حفظها معايا.